السلام عليكم البنات. المهم هذه هي الكيكه اللي كنت وعدتكم بها، يعني فيها 250 مليلتر ديال الحليب. كناخذوه كنديروه في شي كاسرونه باش كيطيب كيفيض، يعني كتاخذوا تقريبا 20 حبه ديال التمر، كنحيدوا لها العظم، ومن بعد كنديروها في شي كاس ديال الزاج اولا اي مكان بغيتو ديروه. بعد ما فاض لينا الحليب كنضيفوا على داك التمر اللي حيدنا العظومه، وكنغطيو التمر، كنخليو نحاولوا كله خصو يدخل في الحليب. من بعد كنغطيوه كنخليو على ما يرطب شي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على ما نحسو بهم راه طلق. وممكن نبداو نطحنوه، ما عندوش هاد الطحانه ممكن يطحن في العصير، الماكينه ديال العصير عفوا. تطحنوه مزيان، بعد كنضيفو معلقه صغيره ديال القرفه، من بعد غنضيفو 3 البيضات. انا درت لكم هذا الفيديو مزوج لانه كان طويل شويه، هذا هو علاش. كنحاولوا نخلطوهم. بعد كنضيفو كاس ديال اللوز مطحون، وغنضيفو الدقيق. غنضيفو كتر لانه درت غير كاس في الفيديو، حيت هو نورمالمون كيدار الشكلاط، ولكن ما عنديش. درت الكوكوزي، يعني درت ساشيه وحده فيها شويه، وعلى حسب الاختيار ديالكم. من الاحسن ديروا الكوكوزي. ونقصت حتى من التمر، ما درتش 20 حبه، درت غير هكاك 17 حبه، نسيت ما قلتهاش. وممكن نضيفوا الخميره ديال الحلوى، هي اللي باقي ما لقيناش ليها الحل. شوفوا شي خماره اللي غادي تكون يعني كيكه صحيه. وضفنا شويه الكركاع وكنخلطوا حتى كيطرب لنا الخليط مزيان. دابا ضفت الدقيق عاوتاني لانه كان شويه جاري، خصها تكون شويه عاقده. هذه هي الكيكه ديالنا كما شفتوا كيفاش جات. ممكن ناخذوا نديرهم من الاحسن ديروها في المول الكبير، لان هاد الكويطات لصقات ليا شويه فيهم. انا في الاول درتها في المول، غير ولدي قال لي صايبي لينا مافن، هذا هو علاش درتهم لي في هاد الكويطات الصغار. هذا هو هي الكيكه ديالنا، هي كتسمى مافن. مهم من الاحسن ديروها كما قلت لكم، لانهم ملي كديروا في المول الطويل ولا الطير كديروا ورق ديال الفرن، كيكون ما كيلصقش، حيت هذه ما فيها لا زيت لا زبده. هذا هو علاش. وهذا هو الاخير، درتها مع القهوه ديال دي اكس ان، وها كيفاش خرجات. نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو. شكرا لكم، مع السلامه.